ما تحطش صباح الخير في الحوار بتاعك. عزيزي كاتب، دي نصيحة 18 للكتابة. الحوار اللي بيمشي كصباح الخير صباح النور ملهوش أي 30 لازمة، والقارئ بتاعك هيعمله سكيب. اللي هو بيكون شبه صباح الخير صباح النور كيف حالك بخير وأنتي. أنا بتهيألي من هنا حسيت إن أنت الموضوع طالع كده من سبيس تون ومش مريحك، صح؟ الحوار بالأسلوب ده ما بقاش أصلا حد بيكتبه، لا مسلسلات ولا أفلام ولا روايات ولا أي حاجة. طيب نعمل ايه؟ حاجه من اتنين، اما ان انا هخش في صلب الموضوع، يا اما ان انا هحط الاتنين دول واطلع لك الميكس ده. بس خلينا الاول نشوف ازاي اصلا بخش في صلب الموضوع. هديك مثال. دلوقتي ميار وعفاف المفروض ان هما كانوا هيتقابلوا، فميار وصلت المكان وقعدت ساعه تتصل بعفاف. عفاف هانم ما بتردش، فالحوار بقى ماشي كده. اول ما عفاف ردت على التليفون فميار بتقول لها ايه؟ عفاف، اخيرا، اين انت يا معتوهه؟ لما كل هذا الإزعاج في الصباح يا ميار؟ ارحمي أذني. لحظة، أنت، هل أنت نائمة؟ أتمزحين معي عفاف؟ أنا أنتظرك هنا منذ ساعة أسفل الشمس الصيف الحارقة، يكاد مخي يذوب وأنت نائمة. فهي هنا ميار دخلت فيها شمال، اللي هو أول ما قالت لهاش أصلا صباح الخير. فأنا كده دخلت في صلب الموضوع. ولعلمكم بس معظم الحوارات بتكون كده. طيب انا بقى قررت ان انا عايزه اكتب صباح الخير. اعمل ايه؟ ممكن احط الاتنين على بعض ونطلع حاجه شبه دي. عفاف لسه صاحيه من النوم فهي بترد صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. 3 ثوان. امامك 3 ثوان لتخبريني بمكانك. من من معي؟ من سواي؟ أيتصل بك غيري؟ أحاول الوصول إليك منذ ساعة وأنت لا تردين. تهتكت أعصابي يا امرأة. أين أنت؟ ساعة اتصال ماذا؟ فهي هنا عفاف أصلا لسه صاحية من النوم، لا شايفة قدامها ولا غيرها، وميار بتقول لها ايه، انا بقالي ساعة مستنياك. مش دي مشكلتي. الفكرة ان هما احنا قلنا في الأول اهو صباح الخير دخلناه، وفي نفس الوقت قمت داخلة وراها على طول، ما قلتلهاش بقى صباح النور وبتاع، راح جايه داخله عليها صباح الخير. صباح الخير مين ده؟ انا بقالي ساعه هنا قاعده واقفه مستنياكي. فعزيزي كاتب، لما تيجي تكتب الحوار بتاعك حاول قدر المستطاع ان انت تستخدم يا الاسلوب ده يا الاسلوب ده. طبعا مش معنى كده ان الاسلوب الاولاني غلط ولو عملته هتبقى مصيبه، ولكن عندك اختيارات احسن من كده بكتير. في النهايه عزيزي كاتب، لو عندك اي اسئله ما تنساش تكتب لي في الكومنتس عشان احاول ارد عليها في الفتره الجايه. ولو بتستفاد ما تنساش تعمل ريبوست وشير للبيج.